بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. اخبار نادي الزمالك. في مثل بيقول لك اللي اختشوا ماتوا. ايه الثوره دي اللي قايمه على اللعيب البرازيلي خوان بيريزا اللي الزمالك جابه مليون و800 الف دولار؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ الفلوس جت منين ولا راحت منين ولا ايه المشكله؟ طب يعني سيادتك ما تبص عندك يعني اقرب مثال رضا سليم. انت جايبه بايه من الجيش الملكي؟ ب 2 مليون و100 الف دولار. 2 مليون و100 الف دولار. اديته كام؟ اديته مليون دولار. يعني كام؟ يعني 3 مليون و100 ألف دولار. يعني تخش لك في حسبة 200 مليون جنيه. لا، وإيه بقى الكارثة؟ ده أنت أعرته للنادي الجيش الملكي اللي أنت جايبه منه مجانا. ده مجانا إيه؟ ده أنت كمان هتدفع 700 ألف دولار أو 800 ألف دولار فارق الراتب السنوي بتاعه. هو في كده؟ هو في كده؟ هو في كده إهدار مال عام؟ عشان بيقولوا لك اللي اختشوا ماتوا. يعني شيء غريب جدا، يعني شيء غريب جدا 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 والله. والله يعني ساعات بيقولوا هم يضحك وهم يبكي وهم يضحك. النهارده ان شاء الله مباراة سيراميكا كليوباترا، نتمنى فوز الزمالك. يمكن الزمالك واجه سيراميكا كليوباترا حسب الاحصائيات في 12 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين. كانت اول مواجهة بين الفريقين في الدوري لما صعد سيراميكا كليوباترا، الزمالك فاز 2-0. الهداف سيف الجزيري، 4 اهداف. ان شاء الله الزمالك يكمل السلسله بتاعته مع سيراميكا كليوباترا ويحقق الفوز، عشان يبقى الفوز ال11 ليه في مواجهات الفريقين في جميع المسابقات، سواء بقى في كاس الرابطه ولا سواء في سوبر ولا سواء في دوري. تشكيل ومش التشكيل، الناس بتقول انت بتقول تشكيل، ما قلتش تشكيل، احنا بنتوقع. يعني التشكيلات اللي احنا قلناها فيها حاجات غلط، مش لازم كلها صح. يعني التشكيل احنا قلناه امبارح، في تشكيل النهارده مختلف. النهارده بيقولوا محمد صبحي، محمود بنتايج، عمر جابر، حسام عبد المجيد، الونش، عبد الله السعيد، محمد شحاته، ناصر ماهر، شيكو بنزا، سيف الجزيري. ده التشكيل اللي هو متوقع. هيخش عدي الدباغ ممكن يكون في القايمه. فكل التوفيق لنادي الزمالك. خلاص الدنيا اتقفلت بقى، خلاص القايمه اتقفلت. لم يبقى غير دعم جماهير نادي الزمالك العظيم. اللي مطلوب دلوقتي دعم جماهير نادي الزمالك. ان شاء الله نهنيكم النهار ونهني كل الجماهير ان شاء الله بفوز الزمالك في اول بدايه للدوري. البدايات دائما بتعبر عن النهايات. البدايات مهمه جدا، لابد ان هي تكون قويه. وانا شايف ان في حاله من التفاؤل، وان شاء الله باذن الله نستفيد من كل الصفقات اللي احنا جبناها، ال10 صفقات اللي احنا جبناهم، والزمالك يرجع تاني منافس على الدوري. وزي ما قلت قبل كده، الماتشات التجريبيه دي مجرد تجربه تجريبيه، اسمها حتى تجريبيه بنجرب فيها. كل التوفيق لنادي الزمالك. النهارده ان شاء الله المهاجم البرازيلي هيوصل، اخوان ميريزا. هيوصل النهارده. النادي بتاعه حتى نزل على الصفحه بتاعته توديع ليه. ان شاء الله يكون صفقه مدويه. لاعب شاب، لاعب سنه صغير، ان شاء الله يكون يعني مفيد جدا للزمالك، ويكون اكبر استثمار بعد كده، لان هو من الاجنحه المميزه والمصنفه كمان، الاجنحه الشابه المصنفه. كل التوفيق للزمالك. شكرا.